السلام عليكم يا شباب. محاضرة النهاردة احنا هنتكلم عن دوال أو دالة مهمة جدا بتطلب في الانترفيو، وغير إن هي بتطلب في الانترفيو فهي دالة هتساعدك كتير قوي في شغلك. هنتكلم دلوقتي عن دالة السم إف. طيب، السم لوحدها احنا متفقين إن هي دالة جمع، والإف هي دالة شرطية. لما يدخلوا على بعض هجمع، ولكن هجمع بشرط. طيب تعالى نجرب في المثال بتاعنا. أنا دلوقتي قدامي جدول فيه سلف، كل موظف وتاريخ السلفة والسلفة بتاعته. هتلاحظ معايا إن الموظف محمد عبد الله أخد سلفة مثلا يوم 2/1، وأخد سلفة 2/5، ورجع أخد سلفة تاني 2/12. فكل موظف أخد سلف والموضوع متكرر. فأنا بدل ما أحسبها بعيني، لأن طبعا أنا قدامي داتا صغيرة، لو الداتا عندي كبيرة شوية عشان أحسبها بعيني كده وأطلع لها صم لوحده هيبقى فيه مشكلة. طيب أنا عايز أستخدم إيه؟ أنا عايز الإكسل هو اللي يجمع لي لكل موظف ويقول لي مجموع السلف بتاعته كام. طيب هاجي هقف هنا، هقول له يساوي sum if. طيب sum if زي ما اتكلمنا قبل كده هي بتتكون من range criteria و sum range. يعني إيه range؟ يعني مكان تواجد الشرط بتاعك. يعني إيه criteria؟ يعني الشرط اللي أنت عايزه. والsum range هو فين مكان اللي هجمع منه أو فين مكان الأرقام. طيب أنا هنا الرينج بتاعي أنا عايز أشوف الموظفين، فهبدأ أعلم على كل الموظفين اللي عندي لأن هو ده هيبقى مكان تواجد الشرط بتاعي. هعلم على كل الموظفين، وطبعا المكان ده مش هيتغير، فهبدأ إن أنا أدوس F4 فاصلة. الكريتيريا بتاعتي بيقول لي أنت عايز إيه من الموظفين دي. طيب أنا هنا لو اخترت محمد عبد الله من هنا وجيت شديت المعادلة، الإكسل هينزل يشوف محمد عبد الله، بعد كده وليد صالح، بعد كده بدر، بعد كده مرتضى، بعد كده هيرجع يعد تاني على محمد عبد الله. يبقى انا الكريتيريا بتاعتي ما بختارهاش من السورس او ما بختارهاش من الداتابيس بتاعتي، لا انا عايز اختار محمد عبد الله من الجدول ده. طب ليه؟ عشان كل ما اسحب والاكسل ينزل يبدا ياخد اسم مختلف. خلي بالك عشان الخطوه دي مهمه جدا جدا. لا انا هشيل السي 9. انا عايز اقول الاكسل ان محمد عبد الله موجود هنا، ممكن ادوس هنا وانزل تحت من الكيبورد، او ممكن ان انا اكتب اسم الخليه بنفسي. يعني الخليه هنا انا واقف في الكي، واقدر اقول انا واقف في الكي 5، فهكتب له كي 5، هيبدا ان هو يعلم لي على الخليه دي. طيب هل اثبت الكريتيريا ولا اسيبها متحرره؟ لا انا لسه قايل من شويه ان انا عايز لما اسحب الاكسل ينزل يشوف وليد، بعد كده بدر، وهكذا. يبقى انا هسيب الكريتيريا متحرره. طيب فاصله السام رينج، هبدا اعلم على كل السلف بتاعتي، وبرده المكان مش هيتغير. هبدا ان انا ادوس F4 اثبتها وادوس انتر. كده انت لو سحبت المعادلة هتلاقيها جمعت معاك صح في جميع الموظفين. طيب تعال نجرب كده مثلا. تعال نشوف وليد صالح. وليد صالح هنا طالع 850. طيب وليد صالح هنا اخد 300، وليد صالح رجع اخد 400، يبقى كده هو معاه 750، واخر حاجة 150، يبقى احنا معانا 850. يبقى كده معادلة السم اف جمعت لك ولكن بدون تدخل منك، الاكسل هو اللي جمع بالشرط اللي انت مديهوله.